الأخوة الزملاء صناع الشوكولاتة في بلجيكا وسويسرا، ما تكلمونيش عن الإبداع في تصنيع الشوكولاتة تاني طول ما انتوا ما فكرتوش تدمجوا قنبلتين السعادة وتناقض النكهات دول مع بعض زي ما أنا عملت. وانتي كمان كصاحبة مشروع شوكولاتة من البيت، قومي بسرعة دخلي صنف الشوكولاتة الفريد من نوعه ده قائمة منتجاتك عشان يكون لك السبب. أول مكون من مكونات السعادة معايا هو الفشار، اللي التريبتوفان فيه وهو حمض أميني مسؤول عن السعادة في جسمنا يعادل تقريبا الموجود في الكاكاو والشوكولاتة. فشرنا الفشار خلاص، هنملحه ونسيبه على جنب. وفي نفس ذات الحلة هننزل بمجين سكر، السكر يسيح ويتكرمل كده، فننزل بقيمة معلقتين كبار زبدة. تسيح الزبدة، ننزل بالمكون اللي هيخلي الكراميل يقطم معانا كده ويدوب في بقنا دوب واحنا بناكل، وهو معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا. بصوا مجرد ما ضفته على السكر خلى الكراميل عامل زي العسلية اللي كنا بناكلها زمان. ازاي؟ بسرعة بسرعة بقى وهو سخن هننزل برشة ملح بحري خشن عشان نعمل حاجة كده شبه السولتد كراميل الموجود في أغلى أنواع الشوكولاتة. وبنفس السرعة هننزل بالفشار ونقلب. أهم حاجة بقى أكون مجهزة من قبل صينية دهناها زيت وحطها على جنب قبل ما ابتدي أعمل أي حاجة في الوصفة، عشان لازم أنزل بالفشار المكرمل بتاعي بسرعة وافرده بسرعة قبل ما يتجمد. على فكرة ممكن تضيفي مكسرات أو سمسم عشان تعلي قيمة الشوكولاتة الغذائية، بس برضو اشتغلي والكراميل سخن عشان يلزق على الفشار، أو ضيفيه على الكراميل مع الفشار أحسن. ونقلب بقى بار الفشار المكرمل بتاعنا، واستمتعوا ببار فشار مكرمل تناقض النكهات فيه بين المالح والحلو هيبهركوا، وتقدروا توقفوا الوصفة لحد هنا. ده لو عايزينها تكون اقتصادية، وصدقوني هتبقى بديل رائع للحلويات للولاد في لانش بوكس، أو حاجة حلوة مميزة لو استخدمنا سكر جلوكوز وخدنا منها قطعة صغيرة كده جنب القهوة لو بنعمل دايت. بس نوقف الوصفة لحد هنا ليه؟ لما ممكن نكمل جرعة السعادة بقى ونغطيها شوكولاتة. بولة وحطي لي فيها مية مغلية، فوقيها بولة تانية ناشفة بس بحيث المية تكون لمسها من تحت بالشكل ده. هاتيلي بقى شوكولاتة من أي نوع، حتى لو شوكولاتة مطبخ متواضع سعرها، انزلي بيها في البولة اللي فوق مع معلقتين كبار زيت وقلبي لحد ما الشوكولاتة تسيح وتنعم بالشكل اللي يجنن قدامك ده. وننزل بقى بشلال الشوكولاتة الناعم السلس لحد ما يغطي كل فتفوتة ببار الشوكولاتة بالشكل ده. وبرضو ما تنسوش رشة الملح البحري الخشن على وش البار كده. وبقى افتكروني لما كريستالية ملح حادقة تدوب على لسانكوا في عز ما انتوا غرقانين في الحلو، فتصحصحكوا كده وتديكوا شعور غامر بالسعادة مش هتصدقوا. ومما هو جدير بالذكر بقى إن الناس اللي عايزة تعمل مشروع شوكولاتة من البيت، سواء دارك أو بحليب أو حتى بيضة، وحابين يتعلموا طريقة تصنيعها فروم سكراتش أو من البداية، يقدروا يرجعوا للفيديوهات بتاعتي على الصفحة اللي شرحت فيها كل حاجة بالتفصيل، بداية من استخراج زيت جوز الهند نفسه لحد الحشوات المميزة الموجودة في الدنيا كلها تقريبا. على فكرة تقدروا تغلفوا بار الشوكولاتة ده وتقدموه كهدية جميلة مصنوعة بحب لحد من حبايبه، أو تكسروها لقطع صغيرة بالشكل ده وتعبوها في برطمان أو كاندي جار وتقدموها للضيوف. صدقوني هتكون اختيار أروع من الكحك والبسكوت في العيد. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، قريت مقولة جميلة قوي لمحمود درويش ولمستني جدا. المقولة دي بتقول: لدي ما يكفي من الذكريات لأشرب قهوتي وحدي في مقهى يظنه الجميع فارغا لكنه يغص بالغائبين. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.